عايزين نسألك على الستيتمنت اللي عملتها في البافتا، ونسألك انت ما خفتش من اي رياكشن ممكن يحصل؟ طالما انا قررت ان اعمل كده من بدري، كنت عارف ان هيلاقوا اي طريقه يمنعوني ان انا اتكلم. بس انا حاسس ان احنا كلنا عندنا مسؤوليه. طالما انت موجود على ان ميديا، او انت سوشيال ميديا فيجر او ممثل او ايا كان، المسؤوليه عندنا ان احنا على الاقل نشير، نبوست، نتكلم، ان نعرف الناس عن القضيه ونعرفهم ان ده بيحصل دلوقتي. انا رحت لما كنت بصور في المانيا وفي النمسا، لقيت ان الناس اصلا مش عارفين حاجه، ومش ما صدقش ناس. انتوا مش بتخشوا السوشيال ميديا، انتوا مش فاهمين اللي بيحصل، مش او بيوصل لهم عندهم وجهه الحاجة. نظر معينه. فانا بحس ان احنا طالما في ناس لسه لحد دلوقتي مش عارفه، لازم at least use our voice، نستخدم صوتنا. طب ده هل اقل حصل واجب، اقل واجب. وانا اصلا قبل ما اتكلم في وقت بافتة، كنت بعرض افلام فلسطينيه في لندن. كنا بنحاول نتبرع، فكلمت بقى الايجنت بتاع هاني ابو اسعد ونجوى نجار وكذا حد من فلسطين، عشان ايه؟ نعرف الناس برضو ان احنا مش بس ناس بعيدة منكم، احنا بنعمل افلام وبنعمل حاجات كويسة، وتفهموا ان احنا اقرب بكتير من اللي انتوا شايفينه من بره من بعيد. وعلى فكرة عمل شغل جامد بصراحة، كان سولد اوت، ناس جم اتفرجوا وفهموا الموضوع. والافلام على فكرة بتفهم الناس اكتر عن القضية. قوة النعمة اقوى من اي حاجة، بتوصل رسالة اسرع بكتير.